السلام عليكم. من كام يوم كده كنت قاعد بفكر مع نفسي، مش في موضوع معين، ولكن كنت بفكر في كذا حاجة يعني كالعادة. المهم عدى عليه موضوع معين كده وقفت عنده شوية واستخلصت منه معلومة كويسة جدا، والمعلومة دي هتفيدني وهتفيدك في وقت ما لما تتعرض للموقف اللي مرتبط بموضوع النهاردة. فحبيت أشارككم المعلومة دي عشان لازم على الأقل من سن 18 سنة نكون عارفين الكلام ده، لأن الموضوع ده من أساسيات الحياة، فلازم يكون عندنا علم بالموضوع ده. مش هختلف معاكم، ممكن في ناس تشوف الموضوع ده تافه شوية، لأنه نادر لما حد يتعرض لموقف مرتبط بالموضوع ده. موضوعنا النهاردة هو أنواع الجرائم. مبدئيا كده عشان مطولش عليكم، أنواع الجرائم 3: جناية، جنحة، مخالفة. والتقسيم ده مبني على درجات العقوبة المقررة على السجين اللي يرتكب أي جريمة منهم. فعقوبات أول جريمة واللي هي الجناية: 1. الإعدام. 2. السجن مدى الحياة. 3. السجن المؤبد واللي هو 20 سنة. 4. السجن المؤقت وده بيبقى من 5 سنين لحد 15 سنة. تاني نوع من الجرائم زي ما قلنا واللي هي الجنحة، دي عقوباتها ايه بقى؟ 1. الحبس المشدد واللي بيكون من 3 شهور لحد 5 سنين. 2. الغرامة، وأكيد بيكون ليها حد أقصى وحد أدنى، هقول لكم ليه شوية. تالت نوع عندنا من الجرائم وهي المخالفة، وده أقل نوع جريمة. عقوبات المخالفة إيه بقى؟ 1. الحبس البسيط واللي بيبقى من 24 ساعة لحد 3 شهور. 2. الغرامة برضه، بس هنا الغرامة مختلفة شوية، لأن الحد الأقصى بتاعها بيبقى هو الحد الأدنى بتاع تاني نوع من الجرائم واللي هو الجنحة. يا رب تكون وصلت المعلومة، ويا رب تكونوا استفدتوا برضه. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله مع موضوع جديد. السلام عليكم.